ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله هقول لكم سر البسكوت التحفه ده يطلع معاك ازاي مظبوط والنقشه مظبوطه وما يفرش منك ولا اي حاجه. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعي النهارده. وما تنسيش تحطي لايك واشتراك اول حاجه هنا معايا هنا في البوله بتاعه العجان هحط كوبايه ونص من السكر البودر. الكوبايه ونص دول يساوي 350 جرام من السكر البودر. انا هقول لك بالكوبايه وبالجرام، يبقى 350 جرام سكر بودر معدل كوبايه ونص. تمام كده. بعد كده عندي دي سمنه بقى زي ما انت تحبي تستخدمي اي نوع سمنه انت تحبيه. انا النهارده هعمل البسكوت بالسمنه مش بالزبده. حطيتها في الفريزر كده يا دوبك دقيقتين 3، يا دوبك بس عايزاها تسقع. قد ايه السمنه؟ كوبايه ونص كمان من السمنه، يعني 350 جرام سكر بودره و350 جرام سمنه. انا هنا مستخدمه الكوبايه المعياريه تديكي نتيجه مضمونه ومظبوطه، والمقادير دي مظبوطه على الشعره. هحطهم كده في العجان وهفضل بقى اضرب فيهم لغايه ما يبقوا عاملين زي الكريمه عشان يدوبوا كويس جدا جدا مع بعض. طب ما عندكيش عجان ممكن بالمضرب بتاع الكهرباء، ما عندكيش مضرب كهرباء بايديكي زمان احنا كنا بنعجن على طول بايدينا، فمفيش اي مشكله. انا هنا بس بستسهل عشان انا ما عنديش وقت فهضرب في المكنه كله. افضل اضرب في السمنه والسكر لغايه ما توصل للنتيجه اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده جبت بوله هنا عندي 4 بيضات. يبقى انا هحط على المقدار ده 4 بيضات بس، وحطيت عليهم نص معلقه من الفانيليا الباودر. يبقى هقول لك تاني المقادير اللي انا حطيتها لغايه دلوقتي: 350 جرام من السكر، 350 جرام من السمنه، 4 بيضات، نص معلقه من الفانيليا. وهبتدي انزل بالبيض بيضه بيضه كده. اول ما البيضه تختفي معايا في الخليط هروح نازله بالتانيه على طول، مش هنزل بالبيض كله مره واحده. يبقى هنزل ببيضه بيضه كده تختفي، هنزل بباقي البيض ببيضه بيضه لغايه ما اخلص ال4 بيضات معايا. تمام كده. هنحط ايه تاني يا دودي؟ هنشوف دلوقتي. ما تنسيش بقى تنزلي تحطي لايك بسرعه، الفيديو هيعجبك جدا جدا ونتيجه مضمونه. انا هنا جايبه الدقيق ده مخصص للكحك والبسكوت، ده كيلو من الدقيق. هحط عليه معلقه كده صغيره مليانه من البيكنج باودر، ده لو عندك البيكنج باودر سايب، او ظرف من البيكنج باودر، يعني الاختيار اللي انت تعجبك. هنا هحط النشادر، حطيت معلقه كبيره ممسوحه، يبقى على كل كيلو دقيق معلقه كبيره ممسوحه من النشادر. هقلب هنا الدقيق والبيكنج باودر مع بعض زي ما انتم شايفين، وبعد كده هبتدي انزل بيهم واحده واحده. هنحط ايه كمان؟ هنحط نص كوبايه لبن. يبقى انا هقول لك تاني المقادير كلها هتكتبها لك في صندوق الوصف ان شاء الله، وهتجربي الطريقه دي هتعجبك جدا جدا. هقول لك تاني: عندي كيلو دقيق، عليه معلقه كبيره من النشادر، عليه كيس من البيكنج باودر، عليه نص كوبايه من اللبن، كمان حطيت كوبايه ونص من السمنه وكوبايه ونص من السكر البودر. تمام كده. لغايه دلوقتي كده الطريقه سهله جدا جدا وبسيطه. هبتدي بقى اشغل العجان بتاعي على اول سرعه، وابتدي انزل بالدقيق معلقه معلقه كده لغايه ما يختفي معايا. كل ما تختفي مني المعلقه انزل بمعلقه غيرها على طول. هو المقدار مظبوط مظبوط، وهتشوفوا الطريقه دلوقتي. استخدمي المقادير دي هتشوفي احلى بسكوت مكنه. عايزه يعني ممكن تعمليه. لو انت بقى عايزه تعمليه بالكيس هتشيلي 50 جرام من الدقيق. يبقى انت لو عايزه تعمليه بالكيس على نفس المقادير دي هتشيلي 50 جرام بس من الدقيق، هو ده كل الفرق. هنا حطيت له روح السمنه البلدي عشان يديني طعم احلى وريحه كمان. عايزه اقول لك بقى ريحتها تحفه، ريحه العجينه تحفه تحفه وملمسها تحفه، وهتشوفوه دلوقتي عجينه ملبل كده تحفه. بصوا عامله ازاي، طريه جدا جدا، يعني سهله جدا ان انت تستخدميها في المكنه، مش هتتعبك ولا اي حاجه. هشيلها بقى وتعالوا نبتدي. حطينا المكنه كده زي ما انتم شايفين، دوختنا في الاول شويه عقبال ما ربطناها، وبعد كده بقى نبتدي نظبطها. اول واحده طبعا فشلت معانا، هنعيد تاني من الاول. هنا زي ما انتم شايفين بقى نبتدي نرص كده. طبعا انا كنت هنا اختبرت كده كام واحده في الفرن عشان اشوفه هيفرش، اشوفه مثلا هيطلع مش متحمر كويس. بس هتشوفوا دلوقتي عامل ازاي، عشان اعرف وانا برص الصاج ارصه ازاي. رصه يعني اسيب مسافه كبيره ولا مسافه صغيره عشان انجز في الوقت. هو كده هتشوفوه ولا فرش ولا شقه ولا اي حاجه، والرسمه طالعه مظبوطه زي ما هي. ما تنسيش بقى دلوقتي بسرعه كده تنزلي تحطي لايك عشان اكمل لك بقيه الكحك والبسكوت والحاجات كلها اليوم اللي جاي، يعني بكره وبعد بكره ان شاء الله هتلاقوا كل حاجه نزلت لكم على طول. بصوا بقى الجمال تحفه، ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا لو استخدمتوا الطريقه دي. بصوا بقى هنا
كده خلصت الصاج ومولعه الفرن بتاعتي تسخن على درجه حراره 170 في الرف الوسطاني، ما بولعش الشوايه خالص. بفضل حطاه في الفرن لغايه ما يطلع باللون اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الجمال، وبصوا بقى الهيشان بتاعه وعليه عامل ازاي، تحفه. ولا فرش ولا الرسمه راحت ولا في اي حاجه، وبيبوش في الشاي وتحفه. بصوا بقى جميل ازاي، شكله حلو جدا جدا. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. ولو انت اول مره بتشوفي قناتي تنزلي تعملي لايك وتدوسي على كلمه اشتراك وتفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. واستنوا الفيديو اللي جاي هيعجبكم جدا جدا.